دي البيتيوتري جلاند، قسمناها لانتيريور لوب فص امامي وبوستيريور لوب فص خلفي. ركز معايا. الانتيريور لوب قلنا فيه خلايا بتمثل 75% اسمها البيوديستاليز. الخلايا دي اتقسمت لنوعين على حسب حبها للصبغه، لاسيدوفيل وبازوفيل. الاسيدوفيل فيها نوعين من الخلايا، سوماتوتوبس وده هينتج الجروث هرمون، ولاكتوتوبس وده هينتج لينا البرولاكتين. طب البازوفيل قال لك فيها 3 انواع من الخلايا، سايروتوبس، جونادوتوبس، كورتيكوتوبس. السايروتوبس هينتج لينا هرمون التي اس اتش، الجونادوتوبس هينتج لينا هرمون ال اتش والاف اس اتش، الكورتيكوتوبس هتنتج لينا هرمون الكورتيزول. طب تعالى نروح للبوستيريور لوب الفص الخلفي. فيها نوعين من الخلايا، البارنرفوزا ودي هتنتج لنا الانتي دايوريتيك هرمون الاي دي اتش، والبار فينتيكيولاري وده هينتج لنا الاوكسوتوسين. الهرمونات دي هنشرحها مع بعض كلها في الكورس بتاعنا، فركز معايا وحضر كوبايه القهوه بتاعتك وكشكولك وقلمك ويلا بينا ندخل في حلقه النهارده. بس قبل اي حاجه، لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناه وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. معاكم كابتن اناليسيس. فوليكال ستيميوليتنج هرمون واختصاره FSH، ده جونادوتروبين هرمون. يعني ايه؟ يعني هرمون موجه للغدد التناسليه، هتعرف ده كمان شويه. عباره عن بولي بيبتايد هرمون. بيتكون من ايه بقى؟ قالك بص يا سيدي، تكوين ال FSH زي تكوين ال LH وزي تكوين ال TSH وزي تكوين ال HCG. كل الهرمونات دي بتتكون من الفا تشين وبيتا تشين. حلو الكلام. في كل الهرمونات دي الالفا تشين بتكون ثابته. امال مين اللي بتختلف من هرمون للتاني؟ قالك البيتا تشين. طب البيتا تشين دي مسؤوله عن ايه؟ قالك مسؤوله عن البيولوجيكال اكشن. طيب الالفا تشين 96 امينو اسيد والبيتا تشين 111 امينو اسيد. حلقه النهارده حلقه مهمه جدا، هنشرح فيها الاف اس اتش بالتفصيل الممل، فركز معايا وحضر كشكولك وقلمك وكوبايه القهوه بتاعتك ويلا بينا ندخل في حلقه النهارده. بس قبل اي حاجه، لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناه وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. معاكم كابتن اناليسيس. ازاي بيتم انتاج هرمون ال FSH؟ ركز معايا. انا عندي غدة اسمها الهايبوثالاموس، غدة ما تحت المهاد، هتنتج لينا هرمون اسمه GnRH. الهرمون ده هيطلع يجري على البيتيوتري جلاند الفص الامامي للغدة النخامية، ويخبط عليها ويقول لها بعد اذنك طلعي لينا FSH. طب ركز بقى اكتر. دلوقتي ال FSH طلع، ايه اللي هيحصل؟ قال لك هنقسم الموضوع لجزئين. لو الراجل هو اللي هيتم انتاج فيه ال FSH، قال لك ال FSH هيروح لخلايا موجودة في الخصية بتسمى سيرتول سيل. الخلايا دي مسؤولة عن تصنيع الحيوانات المنوية. يبقى لما تسمع FSH مع راجل يبقى وظيفته تصنيع الحيوانات المنوية. طب وفي السيدات؟ قال لك ال FSH هيطلع يجري على الاوفرز ويساعدها على انتاج الاستروجين والبروجسترون. جميل جدا. ركز معايا في المعلومه دي. هرمون الاف اس اتش بتكون نسبته مرتفعه بعد الولاده، ويبدا ينزل لدرجه قليله جدا في الولاد او الرجاله او الذكور. هيبدا بعد 6 شهور نسبته تنخفض خالص، اما في البنات هيكون من بعد سنه لسنتين، وبعد 8 سنين مع بداية سن البلوغ يبدأ يزيد مرة تانية. طب ليه؟ قالك بص بقى، عشان ينشط الخلايا الجنسية الأولية عند الرجالة تطلع السبرم، وعند السيدات تطلع البويضات. دلوقتي هنتكلم عن ال FSH وعلاقته بالمينستريال سايكل، الدورة الشهرية، فركز معايا. الدورة الشهرية بيتحكم فيها هرمونين مهمين جدا، وهما ال FSH وال LH. طب الدورة الشهرية بتقعد 4 أسابيع. في أول أسبوعين المتحكم الأساسي هرمون ال FSH، وفي آخر أسبوعين المتحكم الأساسي هرمون ال LH. ركز معايا.
الاف اس اتش هيطلع يجري يروح للاوفرز ويعمل ايه هناك؟ قال لك هيعمل ديفلوبمنت، تطور لمين؟ قال لك للفوليكل، الحويصلات اللي موجوده داخل الاوفرز. ازاي هيحصل ده؟ بص يا سيدي، الاف اس اتش هينزل على الحويصلات البدائيه اللي موجوده في الفوليكلز، ودي حوالي 400 الف حويصله. حلو الكلام. بتتكون من ايه؟ قالك بتتكون من اوفم محاط بيه سنجل لاير. جميل جدا. وده بيكون شكلها لحد سن البلوغ. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ قالك الاف اس اتش هيحولها لبرايمري فوليكلز، وشكلها هيكون ايه؟ قالك هتبقى سنجل لاير برضه. جميل. عدده بيكبر وحجمه بيكبر، وبعد كده يحصل ليه ديفلوبمنت ويديني لاير تانية وتالتة، يعني يزيد الصفوف ويبقى 3 صفوف او 4 صفوف. اول ما يحصل الشكل ده عندي يبقى انا دخلت في مرحلة من البرايمري فوليكلز للسكندري فوليكلز. جميل. طب السكندري فوليكلز دي بتتكون من ايه؟ قالك بتتكون من اوفم وبعدها جرانيولوزا سيل، ودي شوية خلايا كده، وبعد كده طبقة خارجية بتسمى بالسيكا سيل، ودي مهمة جدا هنحتاجها كمان شوية. طيب هيبدأ يحصل more development ويبدأ عدد الخلايا يكتر والصفوف تكتر، والأوفم هيتكون حواليه فراغات. الفراغات دي بنسميها filled with fluid، بيكون فيها سائل. السائل ده بيكون اسمه follicular fluid، وده بيكون مليان بهرمون الاستروجين، واكتب عليه مهم جدا. اول ما يظهر الشكل ده عندي هتتحول السكندري فوليكلز للتيرشري فوليكلز. جميل جدا. ويبدا الاف اس اتش يعمل مور ديفلوبمنت، وتبدا الفراغات دي تلتحم مع بعضها، تمسك كده في بعضها، ويتكون عندي حويصلة جراف. جميل. وبكده دور الاف اس اتش في اول اسبوعين انتهى، وندخل على دور ال اتش اللي هيعمل ريليز للايج اللي موجودة فين؟ في الاوفري. ركز معايا عشان افهمك نقطة مهمة جدا هتفهمك النتائج اللي انت بتطلعها من المعمل عندك. بص يا سيدي، في بداية الدورة اللي هي فترة نزول الدم هتلاقي نسبة الاف اس اتش قليلة، وبعد كده هيبدأ يزيد شوية، والمرحلة دي بتكون الايرلي فوليكولار فيز. جميل. ودي مرحلة نضج للبويضة. بعد كده هندخل على الليت فوليكولار فيز، وهنلاقي نسبة الاف اس اتش بتقل، وبعد كده هيوصل للبيك، للقمة في مرحلة التبويض، يعني هيزيد في مرحلة التبويض. طب ركز معايا، في مرحلة التبويض هنلاحظ زيادة هرمون الاستروجين. طب الاستروجين لما يزيد هيعمل ايه؟ قالك هيعمل نيجاتيف فيدباك. ازاي؟ قالك بص يا سيدي، الاستروجين هيزيد، هيروح للهايبوثالاموس يقول لها ما تطلعيش هرمون الجي ان ار اتش، فالهايبوثالاموس هتقلل من انتاج هرمون الجي ان ار اتش، وبناء عليه هيقل انتاج هرمون الاف اس اتش. وبعد مرحلة التبويض هيبدأ الاف اس اتش يرتفع شوية بشوية. ليه؟ قالك عشان ندخل دورة جديدة. طب بص، لو واحدة حامل ايه اللي هيحصل؟ قالك في الست الحامل هرمون الاستروجين هتلاقي نسبته عالية جدا، وبناء عليه هرمون الاف اس اتش نسبته قليلة. طب لو الست قربت على سن اليأس، هنا معناه ان عدد الفلوكيولز اللي عندها بتكون قليلة، وبالتالي انتاج هرمون الانهبين بي هيكون قليل، وبناء عليه هنلاحظ زيادة هرمون الاف اس اتش. دلوقتي مريض جاي المعمل بيقول لك عاوز اعمل تحليل اف اس اتش، يا ترى في شروط لازم انت تتبعها؟ ركز معايا. اولا الصيام ما بيفرقش معايا، ولكن بيفضل ان احنا نعمل التحاليل دايما صايم. حلو الكلام. طب لو راجل هنعمله في اي وقت. طب لو واحدة ست، ركز لان دي مهمة جدا. قالك في السيدات بنعمله في اول 4 ايام من الدورة الشهرية بداية من نزول الدم. يعني ايه؟ يعني لو الست دي الدورة الشهرية جات لها يوم السبت، يبقى احنا هنعمل التحليل من الثلاث للخميس. طب ليه؟
قال لك لأن مستوى هرمون الاستيريدول بتكون نسبته لسه مش ارتفعت، وبناء عليه ال FSH بيكون نسبته عالية، بنسميها البيزل FSH ليفل. طب في حالة انقطاع الدورة الشهرية أو وصلنا لسن اليأس بنعمل التحليل ده في أي وقت. ركز في المعلومة دي، ممنوع نحلل الهرمون ده لست بتاخد أدوية منع حمل إلا تحت أوامر الطبيب المعالج. طيب خلي بالك في النقطة دي، احنا دايما بنعمل تحليل ال FSH مع شوية هرمونات تانية زي ال LH، التستوستيرون، البروجستيرون، الاستريدول. طب احنا امتى بنعمل تحليل ال FSH؟ ركز معايا. اول حاجة واشهر حاجة حالات اضطرابات الدورة الشهرية عند السيدات. اتنين، اضطرابات الغدة النخامية pituitary gland disorder. كمان مرحلة البلوغ المبكر، ولو في مشاكل في النمو، ولو في مشاكل في الحيوانات المنوية عند الرجال. دي كل الحالات اللي هيزيد فيها هرمون ال FSH، ودي كل الحالات اللي هيقل فيها هرمون ال FSH. هقول لك معلومات مهمة جدا عن ال FSH فركز معايا. أنا بستخدمه عشان أفرق بين فشل المبيض الأولي وفشل المبيض الثانوي. هتلاقي في فشل المبيض الأولي ارتفاع ال FSH بنسبة كبيرة جدا، أما في فشل المبيض الثانوي هتلاقي انخفاض نسبة ال FSH. فركز معايا. بص يا سيدي، فشل المبيض الأولي معناه إن في فشل في المبيض نفسه، أما فشل المبيض الثانوي معناه إما مشكلة في الهايبوثالاموس أو مشكلة في البيتيوتري جلاند. دي النسب الطبيعية لهرمون ال FSH. هرمون ال FSH زيه زي أي هرمون بنقيسه بتقنية الإلايزا. دي كانت حلقة النهاردة في هرمون ال FSH. أتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو شايف إن احنا بنتعب في المحتوى بتاعنا ما تبخلش علينا بتعليق كويس تحت الفيديو، وما تنساش تعمل لايك الفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معكم كابتن أناليسيس.